كلنا بنحب الأكلة دي. كلنا بنعرف نعمل الأكلة دي بكل تفاصيلها. بس أنا ليا، كل واحد فينا ليه تفاصيل. في الأكلة دي أنا ليا تفاصيل معينة، تعالى أوريها لكم. ولو انتي مش مشتركة معايا في القناة اشتركي، لو انتي وفعلي زر الجرس واعملي لايك، وتعالوا نبدأ ونشوف احنا عملنا الحلويات دي ازاي، طلعناه متساوي كده ازاي، طلعناه الصابع بصبعه ازاي، وطلعناه بردك جوس ازاي. تعالوا نبدأ كده مع بعض. انا بعمله في قلب الفخار ده زي ما انتوا شايفين، ما بيلزقش ما بيعملش، وانا هقول لكم دلوقتي هو ما بيلزقش ازاي وبأنهي طريقة. تعالوا نبدأ مع بعض. اول حاجة معانا زيت على سمنة، زيت على زبدة، اللي يريحك، اي مادة دهنية عندك، او زيت لوحده او سمنة لوحدي. هندبل البصلة يا دوبك تدبل، يعني تدبل تنزل ميتها. هنزل عليها معلقتين ملح، ونزل عليها نص التوابل بتاعتي اللي هي كزبرة وكمون وشطة وبابريكا، وهبتدي اقلب الكلام ده كله مع بعض. دي البابريكا سوري، دي الهريسة الحمراء اللي احنا عملناها على القناة، خشوا شوفوها، هسيب لكم الفيديو في الكابشن. هنبتدي ننزل معلقتين ومعلقة صغيرة توم. اول ما ريحة التوم تطلع مع البصل هبتدي انزل بالصلصة بتاعتي. الصلصة بتاعتي دي هنزلها لكم في الفيديو الجاي واوريكم الصلصة بتطلع هتطلع معاكي بيور خالص كده ازاي، وتخزنيها ازاي، وبطريقة ما شفتهاش على اليوتيوب خالص. هبتدي انزل نص الخضرة بتاعتي واقلب واديها غلوة واحدة بس. احنا ما ننساش ان القطعة عندنا متسبكة وجاهزة، هنديها غلوة. اول ما تاخد الغلوة هبتدي انزل بالرز المصري بتاعي العادي جدا البلدي، وهنزل ببقية الخضرة وبقية التوابل اللي هو كزبرة وكمون وشطة، من كل حاجة معلقة صغيرة الأول ومعلقة صغيرة في النص التاني زي ما احنا شايفين. بابريكا وشطة، والشطة على حسب الرغبة، مش عايزة تحطي شطة ما تحطيش، بس أكيد انتوا عارفين ان المحشي اللي فيه حتة سبايسي ده بيبقى ليه طعم حلو خالص. وهنبتدي نقلب تقلبتين بس على نار هادية لغاية ما احس ان هو المية بتاعته ما نشفتش لكن مش موجودة، اللي هو وسط جوسي كده. تعالوا بقى نشوف الكرنبايه القمر دي بتاعتنا هنعملها ازاي. هنبتدي نسلق السلقه العاديه، انا بحب طريقه السلق دي جدا، دي اكتر طريقه سلق ريحتني. ميه على البوتاجاز، هنسيبها تسخن ونحط لها معلقتين ملح ومعلقه كزبره بس، ونص معلقه سكر. نص معلقه سكر ما تخليش الكرنب معاكي يشد، ما تخليش حتى لو بايته بقالها كذا يوم، وتخلي فيها حته سكره كده. بص هعرف طريقة التسوية ازاي من وهي جوه، من اول ما اطلع الورقة والاقيها مالت وضمت على بعض اعرفي ان الورقة بتاعتك استوت وبقت ممتازة. لسه فيها، لسه اللي ماسكة نفسها، لا اديها تكة تاني. وهبتدي كده انزلها واغطس فيها المية كلها. سلقنا الكرنب وطلعناه. تعالوا بقى هنعمل طريقة حشو، طريقتين حشو حلوين خالص، وطريقتين تقطيع برضك حلوين خالص. هنبتدي نرص الورق كله فوق بعض اللي هو نفس المقاس، يعني كل شوية ورق نفس المقاس هحطهم فوق بعض واطلع منهم العناقيد بتاعتهم، وهبتدي الفهم زي رول كده، رول كده. وهبتدي اخد المقاس بالصابع كده على حسب ما انا عايزه، اقسمها على 3، اقسمها على 2، على 4، لكن مش على 2 عشان تبقى كبيره، على حسب الورقه ومقاسها اللي قدامك. انت هتقدري تقيمي الموضوع. هيتلف معاكي زي الكرواسو كده زي ما احنا شايفين. تعالوا بقى نشوف الطريقة التانية. الطريقة التانية انا يا دوبك هشوي العنقود ده بردك اللي هي الحتة الناشفة دي، وهبتدي افصل من النص عن بعض واخد الورقة. وزي ما انا قلت لكم انا منزله فيديو قبل كده على القناة، الطريقة دي بتخليكي انتي بتقطعي وبتحشي وبترصي في وقت واحد زي ما احنا هنشوف دلوقتي. شايفين انتي بتاخدي المقاس الصابع لفة واتنين والتالتة بتقطعي، لفة واتنين والتالتة بتقطعي، ما بتهدريش ورق خالص. لو انتم ملاحظين انا مش مهدرة تفتفة ورق،
واسرع جدا. انا الطريقه دي هي دي اللي انا معتمدها. انا هوريكم الطريقه التانية واللي تريحك اعتمديها، بس انا بالنسبه لي دي مفضله. بقعد على الكرسي كده في المطبخ واقطع وارص مع نفسي، فبلاقي نفسي ان انا خلصت في ثواني يعني. شايفين؟ وبيطلع كله مظبوط، الصابع قد صبعه، الصابع قد اخوه بالظبط. وما تخافيش مش هيتفك منك، لانك انت وانت ماشيه انت بتربطي الصبع كويس، وما تعصريش الصبع بايديك زي ما بشوف الناس بتعصره. عصرتي نزلت كل الميه اللي هتسوي المحشي واللي هتخليه جوسي من جوه. دي الطريقه التانية اللي انت بتسحبي بالريل كده على ايدك وتحشي زي ما انت شايفه كده. بس هنا بنستخدم ايه؟ بنستخدم ايدينا مش المعلقه عشان بتبقى اسرع، وبرضك بيطلع قد بعض بس بياخد وقت اكتر يعني. بس دي اسهل ورق يعني، اسهل طريقتين. احنا هنا هنبتدي الرص. الطاجن ده انا بحط حبه زيت في كل انحاء الطاجن كده، يعني زيت كده بالفرشه او بالسباتشولا، وافضل اوزعه، واحط ورقه من الخضر اللي هم بيبقوا في الاول دولت في القعر، واسيبها. بس ما اسويش الورقه دي، هسيبها كده. المهم ايه، وارص كده. تعالوا بقى نشوف البطه بتاعتنا دي مغسوله غسله تمام، متنضفه زي الفل. احنا يا دوبك هنتبلها فلفل اسمر وملح، وهنبتدي بقى نحشيها ايه، محشي مشكل زي ما انتم شايفين. قرن فلفل، كوسايه، 2 بتنجان، نحط معاها كرنب. انا عايزه اقول لك اللي هيطلع من البطايه عظمه عظمه زي ما انتم شفتي في اول الفيديو. طعمه حلو جدا جدا، مميز طعمه، طري جدا ومستوي قوي. بس لازم تعملي التريكه اللي انا هعملها دي، لان احط ربع او نص كوبايه ميه دافيه، واحطها في قلب ايه البطايه من جوه مع المحشي، وابتدي ايه اغزلها باي عصايه شيش طاووق عندك. اسهل طريقه لاقفل البطايه لو هحشيها فريك او هحشيها رز بالخلطه او هحشيها محشي زي كده. وهوريكي في الاخر طلعيها حمرة زي المطاعم وطعمها لذيذ تحفه. هنبتدي بقى ايه نعمل شوربه البط او شوربه المرقه بتاعه المحشي بس بروقان يعني. اول حاجه معلقه توم، معلقه زبده، وهنصفر التوم كأنه رايحين نطشه زي مين، زي الملوخيه بالظبط. انا عايزه اقولك الطشه دي بتودي المرقه او الشوربه في حته تانية خالص خالص خالص. جربيها ومش هتندمي وهتعتمديه. ولا ريحه زفاره شوربه ولا ريحه زفاره بط ولا فراخ ولا اي حاجه، اعتمدي الطريقه دي تحفه جدا. هنبتدي بقى ندي صدمه للبطايه من الناحيه دي ومن الناحيه دي. اول ما تاخد الصدمه زي كده هبتدي انزل عليها بميه مغليه اللي هي ميه من الكتل، وعليها جزرايه متقطعه وعليها بصلايه، وهغطيها واسيبها براحتها على نار متوسطه. هتطلع، شايفه المرقه، شايفه لون الشوربه، شايفين الجمال. هتعملي شويه محشي من ورا المرقه دي تحفه. تعالوا بقى هقول لكم كام تريكايه. هنا الخلطه دي عباره عن طماطم متقطعه، عليها مرقه دجاج، عليها معلقه فلفل اسمر، وهعصرهم مع بعض كويس واحطهم من فوق الوش بتاعت المحشي. بالطعم المحشي تحفه 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 تحفه. وهبتدي ايه احط وارج الحله او الطنجره اللي في ايدي، ارجها كويس لغايه ما الميه او الشوربه تخش في كل ايه صابع. انا مش عايزه على الوش بس. هقيسها ازاي؟ هقيسها بطبق. هدخل الطبق، لو الطبق ما وصلش لغايه العلامه التانية يبقى احنا كده ايه المحشي بتاعنا مظبوط، وهسيبه يستوي. شايفين الخلطه دي عباره عن دبس رمان، عن معلقه صلصه، عن شويه فلفل اسمر وحبه زيت وشويه ملح. واتفرجي على العظمه هتطلع. بص هي اصلا من قبل ما تخش تحفه. شايفين بقى البطايه مستويه، المحشي واخد حقه. شايفين؟ انا عايزه اوريك بقى المحشي من جوه عامل ازاي. شايفين اهو؟ بص بيتقطع. بالهنا والشفا.